بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكلمك في دقيقتين 3 دقايق عن التمثيلوزين اللي هو اسمه التجاري أومنيك أوكيس 4/10 أو التمثيلين 4/10. عاوزك تعرف النهاردة في الفويس حاجتين مهمين. أول حاجة أنت أكيد عارفها إن هو استخدامه الرئيسي في بناين بروستاتيك هايبربليزيا، هقولك الجرعة بتاعته. تاني حاجة عاوزك تعرفها إن ليه استخدامات تانية غير حالات التضخم البروستاتا أو البناين بروستاتيك هايبربليزيا. رقم واحد فيه إنه زي ما موجود في كتير من المراجع من أنها أب تو ديت والأمريكان فاميلي فيزيشن، قال لك اللي هو ستون اكسبالسيف، هو بيستخدم في طرد الحصوات، وهقول لك الجرعة دلوقتي. رقم اتنين، وطبعا هو مش فيرست ولا سكند ولا سيرد تشويس في الحالات العادية، هو الفا بلوكر، فطبعا بيفيدنا في موضوع الهايبرتنشن ككومباينيشن بقى مع بيتا بلوكر في بعض حالات فيها كروموسايتوما او بعض الحالات. بس انا عاوزك برضو يبقى ان مايند ان بعض حالات الضغط بتحتاج ان هي تاخد الجروب ده. بالنسبه للبناين بروستاتيك هايبربليزيا، الجرعه المعتاده هو قرص مره واحده، وعاده بيكون بالليل. قرص مساء اللي هو 4/10. في حالة مرور أسبوعين طبقا لأب تو ديت ل4 أسابيع مفيش التحسن الكافي للأعراض، بنزودها الجرعتين. هل نزودها الجرعتين بقى ولا نعمل كومباينيشن بجروبات تانية؟ ده بنرجع لدكتور المسالك البولية فيها. ده رقم واحد. رقم اتنين، عاوزك تعرف ان هو في حالة ان هو بيستخدم في الرينال ستونز لما دكاترة المسالك بتشتغل بكتير في حالة الحصوات، لان هو بيعمل ريلاكسيشن لليوريتر، فبالتالي الحصوة بتقدر تمر بسهولة. ده الميكانيزم بتاعه. فبالتالي ما تستغربش لو لقيته مكتوب لبعض الفيميلز، هو مش علاج بروستاتا بس. تمام. ففي بعض علاج الحصوات، والجرعة المعتادة بتبقى 4/10. مش صراحة مش بنزود 8/10. ان براكتس بيبقى جرعة وانس ديلي. وان شاء الله نعمل فويس تاني مستقل عن روشتة بقى الرينال ستونز، وامتى تتحول وامتى تاخد ميديكيشن. النقطة التالتة في علاج الهايبرتنشن زي ما احنا ذكرنا، وبرضو الجرعة بنبدأ ب4/10. لو مفيش التحسن الكافي بنزود 8/10. وعادة الصراحة انت مش هتكتبه إلا مرات نادرة جدا جدا لو انت أخصائي باطنة أو قلب، في بعض الحالات فايكروموسيتوما سيتوما أو بعض الحالات الأخرى يعني. مع العلم إن أب تو ديت وبعض المراجع كاتبة إن هو نبدأ ب1 مللي جرام، وهنراجع موضوع اللي كاتب 1 مللي جرام ديت أب تو ديت ولا مصدر تاني.